الخامسة نخش على السايفر، يعني مفيش بعد كده. بحتفل بعيد ميلادي معاكم. يعني نحتفل بالعيد ميلاد الأول. تمام، ده أولا. النهاردة عيد ميلادي. تمام، فالشباب بقى تشوف هتقدم لي ايه. تمام، يعني اللي جاي منه أي حاجة بقى في الليلة اللي احنا فيها دي. تمام، يعني ده اللي أنا بقدمه. بسم الله ما شاء الله، الناس ما وراهاش سيرة غير سايفر إريبيا. تمام، والصراحة أنا مش عارف إيه اللي بيحصل في سايفر إريبيا ده، فأنا جبته اهو عشان نعرف إيه اللي بيحصل في السايفر، وهو عبارة عن إيه وبيتكون من مين ومين اللي بيقدمه ومين اللي بينتجه. نفهم بس القصة دي. تمام، فبكل بساطة هنبدأ مع بعض. ماشي. نبدأ يا سيدي. أولا كده واضح إن اللي عامل إنتاج هي فريدم ميوزك، وهي واضح إن هي شركة إنتاج تقيلة وكانت موجودة بره وجاية بقى علينا هنا. تمام، واضح إن هي بقالها فترة هنا، بس إحنا اللي إيه مش متابعين ولا مؤاخذة، وأدينا بنتابع أهو. تمام، فعندك فريدم ميوزك هي اللي إيه، هي البرودكشن. تمام، خلينا نشوف بقى السايفر ده بيتكون من مين. طبعا احنا عارفين ان السايفر في الراب يعني تعاون متكامل. تمام، او نقدر نقول عليه تجميع كده. تمام، بيبقى من هنا على من هنا على من هنا، اللي هو ممكن يتكون من كذا رابر من كذا دولة مختلفة، وده كان بيتعمل من زمان جدا. تمام، بس فده كده باختصار السايفر. فخلينا نشوف السايفر اللي فريدم ميوزك مقدماه ده ومسمياه سايفر اريبيا، وهي مش محتاجة استنتاج. يعني هو واضح كده ان هو سايفر عربي، يعني لمم لك شوية رابرز من الدول العربية. خلينا نشوف بقى مين اول واحد معانا. فعندك اول واحد موجود في السايفر هو راندر. تمام، راندر ده زي ما قلت ان هو من فريق اسمه القيادات العليا. تمام، هو وإليونج هما الاتنين، وطبعا بيمثلوا المملكة العربية السعودية. فعندك راندر وبعديه إليونج. بعد كده عندك بيج ايه، مش عارف الصراحة مين بيج ايه، بس هنشوف وهنسمع وهنعرف يعني. وبعديه عندك فورتكس. تمام، وده من اكتر الشخصيات اللي اتطلبت مني الفترة اللي فاتت. مش عايز اقول لك بقى عن كمية وغزارة طلبات الناس على فورتكس ده، فهنا تقريبا اول مرة هنسمعه. تمام، بعد كده نبقى نروح له بقى، وده كويس الصراحة لان انا محتاج افهم المستوى بتاع الراجل ده عامل ايه عشان الناس تطلبه عندي بالغزارة دي. فده فورتكس. بعد كده عندنا ارسنك، وطبعا ارسنك بيمثل مصر. تمام، بعد كده بيج مو برضو معرفش عنه كتير. خلينا نشوف مين اللي على الانتاج. اللي على الانتاج بيج مو. فواضح كده ان التراك هيخلص عند ايه، ارسنك يعني. تمام، نبدأ ونسمع. متشوق الصراحة، التجميعة دي هتعمل لنا ايه؟ هتحتفلوا بيوم عيد ميلادي كويس ولا ايه اللي هيحصل؟ ان شاء الله بإذن الله نسمع راب. تمام، هو راندر وإليونج هو اللي انا سمعهم قبل كده، وطبعا ارسنك، اما الباقي هنشوفه. تمام، يلا بينا، يلا من اولها. تمام، مساء الفل، يلا بينا، يلا يا شباب الغد. على بابك كريم، الحمد لله ربي كله في السليم. فطرنا على كل الأقاليم، نسلنا كسيمة حكون الزعيم. حرف اسم الحال وتشريف، جدا محترف في التهديف، جوازي فس وتصنيف. من صغري حب الاتحاد، ابيع كراميل في الاستاد. توفيق من ربي واجتهاد، امينة في نفس الاستاد. علم كل الاولاد ما تحبوا من الشواذ، علم كل الاحفاد الصهاينة احتلوا البلاد. فأولها على المستوى عم راندر بيفاجئني. معلش بس يعني لا مؤاخذة، نسيت اجيب اهم حاجة وهي الليركس. خلينا نشوف كده بس ايه الليركس. يا حبيب قلبي، لينكات ايه؟ انا عايز الليركس. لا ما ينفعش يعني، انا اسف يعني، معلش الكلمات فين؟ بس كده خلاص يعني، ميكسينج وماسترينج وشكرا وشوية لينكات. قرايه فريدم. طب ادور عليكم فين يعني؟ عندكم اكونت على جينيوس مثلا؟ مش عارف، نشوف مع بعض. معلش يعني ده موضوع مهم. امال احنا هنتكلم في ايه؟
ايه هلقط؟ مش عارف، خلينا نشوف. ماشي اهو طلع كويس. ماشي ايه بقى؟ 01 02 03. احنا فين؟ هايل، على الله حكايتنا بقى، واضح كده يعني مفيهاش. طب يا اخوانا، طيب يعني ايه احنا مع بعض بقى تمام؟ هنحاول ايه لا مؤاخذة نلقط، معرفش ازاي بس اتمنى اعرف القط حاجة. مش عارف يعني، هقعد اسمع تاني. هو انا سمعت شغل عالي بس برضه يعني محتاجين نشوفه، فاهم؟ طيب هو باجتهادي الذاتي ماشي، هنسمع تاني وربك يسهل. تمام، هنبدأ براندر وهنقفل بعد كل فيرس. تمام، نسمع تاني. قول يا ابني. المزيكا عالية جدا برضو من بيج مو، حلو فشخ. نسمع. على بابك كريم، الحمد لله ربي كله في السليم. سترنا على كل الأقاليم، نصرنا كزيمة حكون الزعيم. حريف اسم الحال وتشريف، جدا محترف في التهديف. جوازي فسوى تصنيف يا من صغري حب الاتحاد، ادعى كرامين في الاستاد. توفيق ربي واجتهاد، علينا بنفس الاستاد. تعلم كل الأولاد ما تحكم بالشواذ، تعلم كل الأحفاد الصغير احترم البلاد يا جامد فشخ. يعني البارين دول هما بالنسبة لي المقطع. قالك هعلم كل الأولاد ما في حقوق للشواذ، هعلم كل الأحفاد الصهاينة احتلوا البلاد. جامد فشخ، حلو فشخ. ولو ركزت فيه 4 بارات كده قال قصته. تمام، ملخص قصته. قالك من صغري أحب الاتحاد، لو الاتحاد السعودي غالبا أبيع كراميل في الاستاد. ده بيكلمك عن طفولته. تمام، ان هو من كتر حبه للاتحاد السعودي كان بيبقى موجود في الاستاد بيبيع كراميل، على حسب ما انا لقط يعني. بعد كده قال لك توفيقي من ربي والاجتهاد، غنينا في نفس الاستاد. اللي هو لفت وبعد ما بقى رابر مشهور في السعودية عمل حفلة في نفس الاستاد بتاع الاتحاد السعودي. ففلاش باك كده قوي فشخ من راندر، بدايتها مسك يعني. وكمان في حاجة ملاحظها في المستوى بتاع راندر من التراك بتاع أبطال اللعبة، مستوى الرص بتاعه عالي، والاستوبات اللي عاملها على البيت قوية فشخ، خاصة في البارات دي ساعة ما قالك حريف اسم الحال والتشريف، جدا محترف في التهديف. تقسيمة البارات قوية فشخ، فحاسس ان مستوى الرص عنده عالي ومستوى كتابته بقت على المستوى. فالموضوع مبهج في أوله. شكلنا هنحتفل احتفالية كويسة مع بعض. تمام، في يوم عيد ميلادي يعني. نكمل نخش على اليونج. جميل، هما واضح ان هما 12 في 12 واللي بعده بيخش. خش يا عم اليونج. يعني انا بحاول اسعى في ان انا القط اللي بيتقال، اقسم بالله انا كاتبه على ايدي، فمعلش نراعي بعض يعني لو حاجة ايه جلت. هو الوحيد اللي ممكن افهمه هو ارسنك غالبا يعني، بس لما نوصل. خش يا عم اليو، خش. خلي مكمل على الموت، ما راح تكمل النوت. ما عاش من يقطع الصوت، حبوط مضل من فوق. اتمنى قدنا كنا بور، خلانا نموت في الدور. ادينا قطع من الجور، العزة لها للدور. بابل مسلم دربي ما هو جاهل، اصل حضارة قبل نابل. اندلسي ناجي تكافل، اضيف السنين والمضافل. النية سليمة في تعاملي، بس ماني رافع الدم في التفاعل. يعني تاني علو في المستوى. برضو اليونج مستواه عالي فشخ. مستوى الرص بتاع الشباب دي بقى جامد فشخ بجد يعني. وسحبة الدخلة بتاعت اليونج اللي واخدها من راندر جامدة فشخ. يعني الدخلات بتاعتهم هما الاتنين عالية فشخ. وعجبني الجزء اللي قالك فيه امبابلي، على حسب ما انا سامع يعني. قالك امبابلي مستنذر بما هو جاهلي، حصل حضارة قبل نابولي، اندلسي نهج تكافلي، اضيف للسين لو مضاف لي. جامد فشخ التفاخر ده. اضيف للسين لو مضاف لي، يعني هو يضيف للراب سين لو الراب سين مضافلوش. النية سليمة في تعاملي. بعد كده قالك بس اني رافع الرأس في تفاؤلي، واقعي واقعي واقعي. جامد فشخ، اعتقد رافع الرأس يعني. جامد المستوى فشخ. تمام، دول القيادات. نخش على اللي بعده. بنسبة كبيرة الاتنين 10/10 حرفيا مفيش غلطة. نخش على اللي بعده.
البيج ايه قول. اتمنى نكمل على نفس المستوى، تمام، لان اللي هيقع هيبان، مفيهاش في وسط المستوى القوي والعالي ده هيبان، مفيهاش كلام. قول. بدخل عالبيت كني هيروشيما جاي ينسف القيمة دي نفس الليلات العقيمة شايت القيمة ليك تألم إذنك كنه فيك كزيمة مهارات كنك تشوف مو صلاح مع بنزيمة لو حبيت نقلب أم الموية ونضرب باكينة ونفرخها بالزيت يتحامى بربك تعدد شوية بتشوفه يتحامى بربك الزيت عارف إنك انشويت تلعب بالي انطويت في جدة في مكة كما في الكويت كل مدينة فيها مكة أنت لفظي شنيع أنا بثر مشي قطيع أنا كله سامع ومطيع عقد دمهم تقطيع أنصاص مرة بيع مرة تبيع مرة تضيع مرة تدوب مرة تضيع تلاتيك تبى جيك مرة تجيك تبى بكيك مو شر تالت علو في المستوى. يعني انا مش عارف اروح منكم فين، انتوا عمالين بتعلوا على بعض. يعني اول مرة اشوف مستوى التراك بادي من فوق، بادي في العالي ومكمل بيعلى، بجد متفاجئ. يعني انا اول مرة اسمع بيج ايه ويبقى بالمستوى ده. عاجبني فشخ ان هو مختلف عن راندر وإليونج تماما، يعني تحس ان هو داخل بالراحة كده فاهم على البيت، والبيت برضه هادي معاه. يعني بيج مو عامل شغل عالي فشخ مع كل واحد في الفيرس بتاعه، جامد فشخ. ده غير الاستوبات بتاعت التراك عالمية، جامد فشخ. وكمان طريقة الكتابة بتاعت بيج ايه والفلو بتاعه مختلف، زي ما قلت تحس ان هو داخل بيتمخطر على البيت. يعني بيقولك ادخل على البيت كأني هيروشيما جاي انسف القيمة، بيشبه نفسه ان هو قنبلة هيروشيما يعني اللي نزلت ايه دمرت اليابان، وانه جاي ينسف من له قيمة ومن ليس له قيمة، هينسف الكل. يعني بعد كده قالك أعدم نسل الليلات العقيمة وبشاي تلقيمة الليركس تألم إذا فيك إكزيما. وهنا طبعا بيشبه الليركس كأنها كوباية شاي وإيه لمؤاخذة بيألمها. يعني بعد كده كمل بعد إكزيما برضو ركز في الرايم. يعني بعد ما قالك تألم إذا كان فيك إكزيما مهارات كأنك تشوف مو صلاح مع بنزيما. يعني عندك انترنال رايم قافية داخلية هيروشيما، والقيمة والعقيمة والتأليمة وإكزيما وبنزيما، جامد فشخ مش محتاج أقول، عالمي والله بيج ايه. بعد كده قالك لو حبيت نجلب أم المية ونضرب حاجة مش سامعها أقسم بالله. بعد كده قالك ونخلطها بالزيت يتحامى برابرز يتعدد شوية بتشوفه يتحامى برابرز الزيت. بعد كده حدف على رايم الزيت قالك ويت عارف انك انشويت في العباية انطويت في جدة في مكة كما في الكويت كل مدينة فيها من كويت، جامد فشخ. يعني بص الكويت مع انكويت مع انطويت مع انشويت، جامد وقوي فشخ الرايم سكيم مع التنوع في الفلو، انا مستمتع الصراحة. بعد كده عمل تنوع في الفلو وطريقة الرص، قالك عنيف لفظ شنيع انا بس ماشي قطيع هنا كل سامع ومطيع اقدمكم تقاطيع انصاص ومرابيع على حسب ما انا سامع، واتمنى يبقى انا بقول صح يعني فاهم. انا مفيش ليركس ففي معاناة تمام، ولكن على مستوى الاداء اللفظي والفلوهي وطريقة الكتابة والتنوع اللي في التراك فعلى المستوى. نخش على اللي بعده كده 3 في العالي تمام. اللي بعده مين؟ اللي بعده فورتكس تمام. وقد جاءت اللحظة. خش يا عم فورتكس بقى كده سمعنا، يلا بينا. ها قول يابا. انا بعطش حين بالذات بالجيم ده باك وانا براسي حين تعمل فيك اصلا ترى غاصب حين خليت الهيتر فان انا طايق بريك خلاص بحيت طبعا انا مناطق وين دوامه هي بخاف كل حاجه وينك كانيات انحوش والله ما لقيت زيت وين بان. لحظة وده نكتبه ازاي ده؟ يا ديني على الفجر، ايه المستوى ده؟ انا في حالة شك، انا خدت شك كده بحاول استوعبها لغاية دلوقتي. ايه الاداء ده؟ هو انا ما لقطتش ولا كلمة، بس ايه الاداء ده؟ هو اكيد بيقول حاجة. طب بالله عليكم يا فريدم ميوزك، ده يرضي ربنا؟ انتاج فاجر زي ده وبالمستوى ده ما ينزلش معاه ليركس؟ انا مش فاهم يا باشا، احدفها لنا في اي كومنت. طيب يعني المستوى ده لازم الناس تفهم وتعرف الناس دي بتقول ايه. ايه ده يعني؟ مش فاهم يعني. وده هكتب وراه ازاي يعني؟
ايه المستوى ده؟ ده ايه فورتكس ده؟ فاجر يعني ده بقى خد التراك وهو فوق وطلع بيه على مجرة تانية. مش طبيعي، ايه ده؟ نسمع تاني، يعني ده لازم نسمعه تاني وتالت وعاشر ومليون. قول. يعني يخرب بيت الفجر، ده خد التراك حرفيا وطلع بيه على مجرة تانية. يعني انا ما كنتش عايز اوقف. ايه المستوى ده؟ هو واخد براد زيادة عن الشباب التانية. ده خلص التراك ولكن يستحق. يعني انا شايف ان هو يعمل سايفر لوحده. لا، واضح ان انا فايتني كتير، لازم اعترف يعني. فعلا الناس عندها حق. اهو في اللحظة دي عرفت ليه الناس بتطلب مني تراكات لفورتكس. ايقنت يعني. مش ممكن يا ابني، انت سايفر لوحدك. اقسم بالله لا اسمع الفيرس بتاعك تاني، وعلى الله حكايتنا واللي نلقطه بقى. خش تاني يا بيه. يعني يخرب بيت التمكن. مفيش كده. ايه الاستراكشر دي؟ ايه تقسيم البارات ده؟ ايه التنوع في الفلوز ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا عايز اعرف الراجل ده بيقول ايه. يعني انا لاقط شويه بس مفيش كده. يعني هو فعلا he is showing us the power of will. ده حقيقي فشخ. يعني هو بيورينا قوه ارادته. مش ممكن. لا، هو بيقول لك شو اخبارك، انا كويس فشخ من بعد الفيرس بتاعك وانا تمام. انا مفتقد للراب بقالي فتره. معلش يعني انا هعتبر ان دي هديه عيد ميلادي. ايه المستوى ده؟ تراني همجي مدارس فاكتس زي ما بيتقال في الادلبس ورا. مفيش منافس ايه؟ اجيب لك منافس منين؟ واو، على المستوى. فورتكس على المستوى فشخ. ومتحمس اسمع ارسنك بعده هيعمل ايه. ده موضوع برضو مهم. بعتذر للناس لو مفيش ليركس، تمام. والغلط عند فريدم ميوزك ان تراك وانتاج بالحجم ده ما ينزلش معاه الكلمات بتاعته ومين قال ايه فين. ده مهم، تمام، لان احنا موجودين. لازم نعرف الناس دي بتقول ايه، ولازم الناس اللي بتسمع تعرف الراجل ده بيقول ايه وتعرف الباقي بيقول ايه. ده اتحاد عربي يعني. فكنت اتمنى ان ده يكون موجود. تمام، نخش على ارسنك ونسمع. مش عارف المستوى هيروح فين تاني بعد كده، بس اتمنى يسحبه على مجرة تانية. وانا واثق فيه يعني، واثق في قدراته يعني. خش يا نجم، قول. انا في كينج العربي اللي يجي جنبي على بيتك اجيب له صوت عضلي تاخد اجازه مرضي قطع في الخطر تفضل انا مستوى تاني بره عن النمطي بس تفضل الناس اللي بيستخدموا رقمي ده غضب اللي قبلك كانوا مني جلطي تاخد كنص من الجبل اسمي مطر من الجبل بجد محتاج اقرضي. اسمع يا صاحبي ما تهريش عند البيت بطاقه طالتي اسلوب سبت شخص تطفيش علشان ما عملش مرضى ناقصين اجيبك لو وسط بحر برازيل اعمل الصح ورزيل شكل النجم يا اسطى تمويه انا قادر اقلبها ضنك واذيه. اوكي اصحى ده موسم الصيد نجم المدينه
جامد فشخ. كما توقعت مستوى ارسنك برضو راح لمجرة تانية، وعجبني فشخ ان هو سحب من فورتكس نفس الفليبن اللي هو كان بيعمله، نفس الفلو، بعد كده هدى بعدها. مفيش كده حرفيا. مستوى الخمسة على البيت قوي فشخ، والسادس اللي على الانتاج جامد فشخ. مفيش تكامل كده سمعته من فترة يعني. حقيقي بشكر فريدم ميوزك على الانتاج اللي هم مقدمينه ده، حاجة في منتهى المستوى العالي. مفيش كده بجد يعني. انا في بار بس لفت انتباهي من عند ارسنك، قالك بدفع البيلز الديوز، دايما حديث النيوز، انا مغناطيس فلوس، انت في المغنى تيت تيوس بس. تمام. وانت استنتج بقى ارسنك عمل ايه في مغناطيس. تمام. قسمها خلاها مغنى طيس. جميل. بس فدي بس نبذة عن ارسنك، والمستوى بتاع السايفر بجد فوق 10/10. زي ما قلت هعتبر ان دي هدية عيد ميلادي، وبشكر الكوكب ان هو رشح لي التراك اللي بالمستوى ده، وكويس ان هو كان لسه نازل يعني. تمام. فيعتبر احنا لحقناه. فعلى المستوى وريسبكت واحترامي لكل الناس المشاركة في هذا السايفر، وبشكر تاني فريدم ميوزك على الانتاج العالمي ده. فعاش المستوى، ولنا لقاء في اللي بعده. اللي بعده يا نجم، اللي بعده.